عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بحال ديما في قناتكم قناة سلمى مدريد. هاد النهار غنهضروا على والدة الحكيمي اللي هي واخيرا جاوبت الناس اللي كامل كيقول لك بانها عمل اشرف الحكيمي الاملاك على الاسم ديال يماه باش طبعا ما ديهملوش مراته. بزاف الناس اللي دعموا بزاف الناس، يعني منهم اسبان، منهم مغاربه، منهم اجانب اللي دعموا اشرف الحكيمي. قال لك هذيك يعني ما بغاتوش لانه ما كانش معاه في الساعه ديال الشده، في الساعه ديال بصح هو محتاجها، ويقدر يمكن هي اللي دبرات الخطه باش يعني تكمل الاجراءات ديال الطلاق. كل واحد وشني كيقول والله اعلم. ولكن هنايا في خرجت الام ديالو اللي خرجات يعني بتعليق وكتهضر على الخبر، كتقول لك بان هي والدة الحكيمي تعلق على خبر تسجيل املاكه باسمها بالتفاصيل. كتهضر كتقول لك هي بانها يعني كما نتوما عارفين الاملاك كانت عتديهم له كامل السيده اللي هي هبه عبوك، اللي بعدها جاتها واحد الصدمه قويه ما كانتش كتستناها من اللاعب الدولي المغربي الإسباني اللي هو أشرف الحكيمي. أن ما كانش يعني حتى شي واحد ببالو. طبعا هو من قبل ماشي من مؤخرا حتى بدا في إجراءات ديال الطلاق. هو هادشي هذا بدا بشحال هذه مدة طويلة اللي كيقول يعني بأنها بان الاملاك ديالو كدار على الاسم ديال الوالده ديالو اللي خرجت. الام ديالو هي سعيده موح، والده نجم باريس سان جيرمان، عن صمتها لا تنفي علمها بما جرى عن ترويج له. المهم خرجت بتصريحات غير سمحوا لي تصريحات بانها السيده سعيده كتقول الصحافي مغربي كتقول له بانها هي ما كانت عارفه حتى شي حاجه انه الاملاك ديالها ولدها كان كيديرهم على اسم ديالها من مده طويله. المهم حنايا نتيقوا صراحه الله يعني الام ديالي يعني ولدك كيحط لك الملايين كتخلص كتار، يعني ملايين باش عيدخلهم لك شهريا للبنكه وعيدي منهم هو غير اللي عيحتاج. يعني صعيبه وما تعرفش بان داك الملايين كامل على يدك. ومثلا بحال الطوموبيلات بحال الديور بحال هذه راه ضروري عيكون بالعلم ديالها انهم على الاسم ديالها. ولكن هي كتقول بان داكشي بصح بان الاملاك كاينين على الاسم ديالها. ولكن اللي المهم اللي ما كتاكدش بان هي، وكتقول انها ما كانت عارفه حتى شي حاجه على اللي الابن ديالها انه كيدخل شهريا اكثر من 1,000,000 في الشهر وكيدوزو ديريكت على الاسم ديالها. كتقول هي هادشي هذا ما عارفاش. كاين بعض الاموال وكاين بعض يعني الاموال والاملاك اللي بصح كاينين على الاسم ديال الام ديالو واشخاص تانية ما قالوش بالضبط شكون هاد الاشخاص الثانيين. انا كنظن الاشخاص الثانيه اللي يقدروا يكونوا الاملاك على الاسم ديالهم هو الاخت ديالو والاخ ديالو، هما اقرب ناس لاشرف الحكيمي. الا شفتوه لاحظتوا يعني العلاقه ديالو مع الاخوان ديالو مزيانه بزاف. وطبعا يعني الواحد ملي كيكون تبارك الله ما محتاج شي راه في الاخر يعمل بزاف الحاجات على الاسم ديال خوتو. ماشي عيب لانه خوتك ما عمر، انا دائما كنقولها ونعاودها، ما عمر عيخونك. تخونك المراه، عيخونك الزمان يخونك، ولكن خوتك سبحان الله العلي العظيم انهم هما اللي دائما كتجبر في ظهرك. الا وقع لك شي حاجه الله يستر يا ربي، اختك هي اللي عتجبرها لولادك. الا وقعت لك شي حاجه يعني مع راجلك ولا شي حاجه، خاك هو اللي كتجبرو سند في ظهرك، والاب ديالك والام ديالك. الله سبحانه وتعالى على داكشي عندنا نفس الدم ديالنا كيجري في الجسم ديالنا بحالو بحال الاخوان ديالنا. الا راه كاين شي حاجه تما، الا هما كيكونوا الحمايه ديالك، هما اللي كيكونوا الظهر ديالك، هما اللي كيكونوا يعني انا بالنسبه لي خوتي هما كلشي صراحه. الله طبعا ولادي الوالدين ديالي، ولكن خوتي من غير الوالدين ديالي ولادي خوتي شي حاجه سبيسيال في الحياه ديالي. على داكشي كتكون الثقه تامه وعارفه بان يوقع اللي وقع
يعني الاملاك واخا يكونوا على الاسم ديال الوالدين ديالك وكيكونوا الاملاك ديالك، نتينا عارفه الا وقع شي حاجه للوالدين ديالك راه ما يوقع لك حتى شي حاجه، والاملاك ديالك كتكون مضمونه، وكتكون مضمونه كذلك انه عيديوها ولادك الا نتينا وقع لك شي حاجه، لانه خوتك عارفين شنو عندك نتينا وعارفين علاش على من هزيتي التماره وشنو عملتي، وداكشي هذاك راه غيبقى ليك وغيبقى لولادك واخا كتجبرك نتينا عملتيهم على الاسم ديال الوالده ديالك اولا ديال الوالد ديالك. في الاخر داكشي كامل عارفين ما يمشي حتى شي بلاصه، ولكن الا مشيتي شبرتي وعملتيهم على راجلك ما تعرفش غدا والله ما كاين، عتقول راجلك هو احسن حاجه في حياتك، ماشي دايما والله ماشي دايما، كاين واحد 80% اللي ما بقاتش الثقه ديال بشحال هادي، نساو يعني الزمان ديال بشحال هادي بان الراجل يمشي يخدم ويجي ويحطها للمراه كما هي وهي تصرف غير داك المقدار اللي عتحتاج لولادها، غير داك المقدار يعني اللي يقدهم وعاد تجمعهم فرانك مورا فرانك اولا المهم كنقول فرانك مورا فرانك سنتيم مورا سنتيم، وتعملهم وتحطهم وتمشي تشري بها الدار. طبعا الا هذيك الدار باش تجمع فيها غير ولادها وباش تعيش مرتاحه. دابا حاليا لا، دابا حاليا يعني المراه كتخدم بوحديتها، الراجل كيخدم بوحدها، المراه مخبعه بوحدها، الراجل مخبع بوحدو، الاملاك ديال المراه بوحديتها، الاملاك ديال الراجل بوحدو، الدار كيقسموها في النص وكتخلص في النص، السخره انتينا سخرتي انا ما سخرتيش، اولا انتينا خلص الضوء انا خلص الماء، انتينا خلص التليفون انا نخلص، المهم كومونيداد. هيدا رجعت الحياه ديال دابا صراحه الله يعني ما بقاتش داك الثقه ديال والده معاه جوج ديال الاولاد يعني بشحال ديال الحاجات، وفي الاخر هي ما كانش همها انها تولد معاه جوج الاولاد، الهم ديالها الاخير انها طبعا تولد معاه باش عتقدر هي تكون غدا ولا بعدو عندها حياه كريمه، لانه طبعا هاد السيده هادي عتبقى لها حياه كريمه، لانه مهما كان واخا الاموال ما كاين حتى شي حاجه على الاسم ديالهم، مهما كان داك الولاد غيبقاو يعيشوا الحياه الكريمه اللي كانوا عايشينها مع الاب ديالهم، لانه ضروري عتبقى لهم واحد المبلغ كبير ديال النفقه وعاليه باش يبقاو في الحياه العاليه ديالهم. ومن فوق هادشي هذا يعني ما حمدتش ربي انها ولادها وكثر اللي عنده 13 يعني 13 شهر عباد الله، يعني راه 18 سنه عتبقى هاد السيده هذه عايشه على ظهر الحكيمي بالصرف ديال ولادها. ومن فوق هادشي هذا يعني يقدر تبقى حتى 25 حتى نهار الا كانوا كملوا القرايه ديالهم. راه اي طفل هنايا في اسبانيا، انا كنهضر هنايا اسبانيا، حتى كيسالي اونيفرسيتات ديالو الا بقى كيقرا، وخا تكون عنده 25 عام الا باقي كيقرا ما خدامش، راه من ضروري مجبور على الاب ديالو يبقى يصرف عليه حتى يسالي لونيفرسيتات، حتى يسالي الجامعه ديالو. يعني هاد السيده هذه عتبقى 25 عام الحكيمي عيصرف على داك الولاد، ومن فوق هادشي هذا كانت تبغى تدي كلشي وتلهف اي حاجه اللي قدرت عليه. خوتي خواتاتي غنخليكم فيديو اخر ونشوفكم ان شاء الله من جديد. السلام عليكم.